متغاظ من الماتش بصراحة، يعني حاجة سواء تحكيم، وبرشلونة كانت تستحق الوصول للنهائي، وبالنسبة لي تكسب البطولة مستريح. هي تستحق أفضل فريق في العالم، عامل موسم خرافي بصراحة. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. هنتكلم على دوري ابطال اوروبا وماتشات العوده من نصف النهائي دوري ابطال اوروبا. بدايه ماتش برشلونه والانتر، الماتش المثير للجدل، الماتش الغريب جدا، سيناريو ولا في الخيال ولا في الاحلام. جمهور الانتر يعني عاش ليله سعيده، وجمهور برشلونه احنا كانت ليله يعني لغايه دلوقتي الواحد زي ما بقول الواحد متغاظ، مش مصدق ان برشلونه خرجت بصراحه. يعني فالماتش في البدايه كان هانز فيليك بدا بتشكيل متوازن بالنسبه لي. بدا في الخط الدفاع بإيريك جارسيا وكوبارسي وجير مارتن، ونزل دييجو مارتينيز. نص الملعب بيلعب ديونج وبيدري واولمو، قدام رافينيا، فورين توريس ويمين يامال. التشكيل بالنسبه لي كان يعني كويس في ظل الغيابات، ما عندناش باكات، فتشكيل متوازن. برشلونه بدات ما دخلتش اللقاء من اول الماتش. الانتر استغل الفرص اللي هي اللي في خط دفاع برشلونه، اللي هي اخطاء برشلونه بتلعب على مصيدة التسلل، فاستغل اول كرة من خطأ، فسجل الهدف الاولاني عن طريق لوتارو مارتينيز، والهدف الثاني من ضربة جزاء لوتارو مارتينيز. وانا بالنسبه لي دي مش ضربة جزاء، مش مقتنع ان هي ضربة جزاء، والحكم غريب بصراحه رجع للفار وحسبها. انا بالنسبه لي مش ضربة جزاء خالص، فيها سيميوليشن، والكوره مش 100%، يعني مش مقتنع بيها بصراحه. الشوط الاولاني برشلونه حاولت عن طريق يمين يامال، اللي عمل كل حاجه في الكوره، عدى يمين شمال ورقص وعمل كل حاجه وشاط كذا كوره، ما فيش توفيق ومفيش حظ. كور اما في العارضه اما الحارس بيصد. الشوط الاولاني في غياب فران توريس ورافينيا. الشوط الاولاني برشلونه بالنسبه لي بتلعب ناقصه لاعبين، فران توريس ورافينيا ما كانش موجودين في الماتش خالص. الشوط الثاني بدانا، وطبعا بنهايه الشوط الاولاني انتهى 2-0 للانتر. يمين يامال كان بقى بعد الحكم صفر كلم اللعيبه الكبار اللي هم هنرجع الشوط الثاني، محمسهم، مع انه اصغر لاعب في الملعب عنده 17 سنه، معرفش جايب القياده دي منين، بس برافو عليه. يعني دخلت برشلونه الشوط الثاني عملت كل حاجه. يمين يامال بص بدع، عمل كل حاجه، ترقيصات وتمريرات وتسديدات كل حاجه عملها. كان ناقص بس يسجل هدف، بس مش محظوظ في الماتش ده خالص، كان حظه وحش جدا. وحارس الانتر متالق، تحس ان هو عامل زي القرد، ايده مغناطيس بتجذب الكوره، كور صعبه جدا طلعها، يعني كور دي مليار في المية جول، معرفش بيطلعها ازاي اصلا، حاجه غريبه جدا، كور عجيبه. طبعا يمين يامال عامل كل حاجه بس ما سجلش. برشلونه سجلت عن طريق إيريك جارسيا من كوره ولا اروع من عرضيه، راح لعبها في البعيده بليسنج، كوره جامده جدا بعيده صعبه على الحارس، يعني الحارس بقى كفايه، دي كانت في مقتل في الحارس. الهدف الثاني اولمو بالهيد في نفس الزاويه برضو مقتل الحارس. 2-2 وبرشلونه ركبت الماتش، وبقى برشلونه وان سايد جيم. الشوط الثاني برشلونه ما استغلتش، بالنسبه لي برشلونه ضيعت الفوز من ايديها، ضيعت فرص كتيره. كانت في كوره اتحسبت ضربه جزاء، وبعد كده الحكم رجع للفار حسبها فاول من بره ال 18. وفي بالنسبه لي ممكن ضربه جزاء في الشوط الاولاني، والشوط الثاني برضو يمين يامال غير الكوره اللي اتعملت فاول. وطبعا برشلونه ضيعت فرص كتيره. في كوره كانت هجمه مرتده 3-2 عملت إيريك جارسيا المفروض بقى احطها في اركنها، احطها في نص الجون في ايد الحارس ليه؟ يعني حرام عليك يا عم، انت ضيعت انا دقيقه، الكوره دي حرقتني، دي كانت تقتل الماتش خالص. كده في الدقيقه 87 رافينيا تسديده بالشمال، بعد كده سدد تسديده باليمين، سجل اخيرا رافينيا. ورافينيا ظهر من بدايه الجون اللي سجله ده. بالنسبه لي هو طول الماتش ما كانش موجود، مش مقتنع بدوره بصراحه، هو بقى بيسقط ورا وبقى غايب. فران توريس طول الماتش مش موجود. يعني برشلونه ناقصه لاعبين في الشوط الاولاني ولاعب في الشوط الثاني، لو فران توريس طول الماتش. وبرشلونه سجلت الهدف الثالث، وخلاص بقى داخلين على الثواني الاخيره، بنلعب في الوقت فضل ضايع. وطبعا كان في فاول لبرشلونه في اللي هو جير مارتن، كره دومفريز داس على رجله، الكرة دي ما اتحسبتش، ودومفريز عاملها بالعرض للمهاجم اللي لسه نازل، غلط من اراوخو، غلط فادح، راح المهاجم حاططها 3-3. الماتش انتهى ودخلنا الاكسترا تايم. في بداية الاكسترا تايم برضو الاكسترا تايم الاول برشلونة حاولت بس غلطة دفاعية فادحة، طبعا حملها لاراوخو. خط الدفاع لعيبة لسه شباب، ما عندهاش خبرات، ما عندهاش، في اخطاء عندهم محتاجة يتدربوا عليها، محتاجين يتحسنوا، اخطاء فرديه. بس اراخو هو الكبير واقدم لاعب في الدفاع، بقاله مواسم كتير بيلعب مع برشلونه، وزي خرا لاعب مدافع زي الزفت. غلطه الهدف الرابع
خلاص برشلونة حاولت بقى يمين يامال عن طريق يمين يامال ورافينيا. يمين يامال مش موفق طول الماتش، عمل كل حاجة في الكورة بس ناقصه التسجيل، مفيش حظ. والحارس بتاعهم قال زي القرد، أي كورة بيجيبها، كور صعبة جدا، كور في العارضة يمين يامال، مفيش توفيق. خلصنا من الشوط الأولاني. الشوط التاني نفس الفكرة، حتى الثواني الأخيرة برشلونة بتحاول، يمين يامال ورافينيا مفيش توفيق. في الآخر انتهت بتأهل الإنتر للنهائي اللي هيلاعب باريس سان جيرمان اللي هنتكلم عليه الماتش التاني. وخلاص برشلونة خرجت. وبالنسبة لي برشلونة أفضل فريق في الموسم في السنة دي، أفضل فريق وأمتع فريق وأقوى فريق، برغم إن عندهم أخطاء دفاعية بس أقوى فريق. هو أقوى خط هجوم في العالم أصلا. محدش كان يتوقع من بداية الموسم إن برشلونة توصل للشكل ده والأداء ده القوة دي. بس برشلونة من وجهة نظري محتاجة تدعيمات في الصيف. الانتقالات الصيفية محتاجة خط دفاع بالكامل، 2 سنتر باك وباك رايت وباك ليفت، ومحتاجة واحد في نص الملعب مكان ديونج دفاعي برضو شبه بوسكيتش، ومحتاجة جناح مكان رافينيا، ومحتاجة راس حربة مكان فران توريس أو ليفاندوفسكي، لأن ليفاندوفسكي كبير في سنه وفي إصابات كل شوية. محتاجة راس حربة جامد برضو يساعد برشلونة. بجانب يمين يامال وبعض اللعيبة الشباب اللي موجودة، ده لو أنت حافظت عليهم هتعمل فريق قوي جدا يخوف أوروبا وينام أوروبا من المغرب في المواسم القادمة في أوروبا. برشلونة هترجع وهتحتل الصدارة وهتحصد الألقاب كلها من وجهة نظري لو بنت الفريق دوت واستثمرت أكتر وحافظت على الفرقة ديت، واللعيبة تستمر في النجاح والاستمرار. من وجهة نظري عندنا كده برشلونة يمين يامال موهبة صاعدة باكتساح، 17 سنة ما شاء الله عليه، لعيب ولا في الخيال. اللي هو بيعمل كل حاجة ده هو لسه 17 سنة، ولا يوصل بقى في العشرينات هيعمل ايه؟ بس أهم حاجة يستمر ويحافظ على نفسه ويركز في الكورة، والاستمرار هو ده اللي هيوصله. يعني أشبه يعني ايه، بغض النظر مفيش مقارنة بينه وبين ميسي. ميسي طبعا بالنسبة لي أفضل لاعب في كرة القدم، بس يعني ايه الواحد كان بيفتكر ذكريات ميسي والبطولات والحاجات اللي كان عاشها معاه. فربنا عوضنا يعني ايه اخيرا في لاعب في العالم عنده مهارة شبه ميسي. يعني سيبك من ميسي، بس عنده مهارة كويسة، متألق، بيلعب بتحب تتفرج عليه وهو بيلعب في الملعب، بتحب تزود رجع القوة لبرشلونة. طبعا دي حاجة كويسة جدا، بس أهم حاجة يستمر ويحافظ على نفسه وبالتوفيق. وطبعا رافينيا من وجهة نظري برضو، رافينيا هو 28 سنة بس برضو عمل الموسم حلو جدا، بس في غاب في ماتش الانتر بالنسبة لي مش أحسن ماتشاته والفرقة كانت محتاجاه، برغم ان هو سجل في الماتشين، بس من وجهة نظري هو كان عنده أحسن من كده. طبعا أراوخو اللعيب اللي زي الزفت الله يخرب بيته، ده لعيب انا مش طايقه اصلا، يعني ما بحبش اتفرج عليه بصراحه. بقاله 5-6 سنين انا بكره اتفرج عليه. انا بلاقيه في الدفاع بقول احنا هنخسر كده، يعني ايه، ببقى عارف النتيجه من قبل ما تحصل. روخو يعني كده مع السلامه في الانتقالات الصيفيه، نقول له مع السلامه باي باي بره. طبعا الانتر من وجهه نظري يعني برغم بقى الانتر صعد وكده، انتر بالنسبه لي لعب على قد الامكانيات. انزاجي لعب على قد الامكانيات، انجاز الاعجاز هو اصلا يوصل النهائي بالفرقه اللي معاه دي، فرقه المعاشات ولا فرقه المسنين، مع لعيبه كبيره جدا في السن، فإنجاز ليهم إعجاز. وبالنسبة لي اللي صعد الإنتر هو الحارس بتاعهم اللي شال كور مستحيلة تتشال، يعني كان محظوظ جدا ومتألق غريبة عن عادته أصلا. بس يلا ألف مبروك للإنتر. وطبعا في الآخر بالنسبة لي التحكيم هو اللي أدى النتيجة دي، برضو ساعة النتيجة دي التحكيم كان زي الزفت. الحكم دوت يعني الشوط الاولاني والشوط الثاني اخطاء تحكيميه كارثيه، برشلونه لها حاجات كتير، فانا مستغرب بصراحه الاخطاء التحكيميه دي، وبترجع للفار في حاجات وما ترجعش للفار في حاجات، فدي ايه دي ماشي بمزاجك. حاجات غريبه جدا في التحكيم فيه اخطاء وكل حاجه، بس برضو كان فيه اخطاء اثرت على النتيجه. وفي النهايه طبعا بعيدا عن التحكيم وبعيدا عن كل حاجه، برشلونه كانت تقدر وكانت تعمل تكسب مستريح الشوط الثاني بعد ما سجلت الهدف التعادل،
والهدف الثالث كانت ضيعت فرص كتيره، كانت ممكن تكسب سكور بس مفيش توفيق ليمين يامال وبعض اللعيبه التانيين برضه مفيش توفيق، وحارس الانتر كان محظوظ جدا جدا جدا. فبس انا بالنسبه لي برشلونه اقوى فريق في العالم الموسم ده، والموسم الجايه لو تعمل تدعيمات وتظبط الدنيا هتكسر الدنيا. فبالتوفيق لبرشلونه، واهم حاجه يركزوا في ماتش الكلاسيكو الجاي ان شاء الله ويفوزوا، لو فازوا في الكلاسيكو بنسبه كبيره حسموا الدوري وبالتوفيق، ودي افضل فرقه في الموسم ده. والف مبروك للانتر الصعود للنهائي، والانتر لو ما فازش في دوري ابطال السنه دي يقفل النادي ويفتح محل بيتزا بقى، يعمل باستا، يعمل بيتزا، يعمل اي حاجه وانزاجي يسرح بقى. فده كان ماتش الانتر وبرشلونه. ماتش الارسنال وباريس سان جيرمان ماتش العوده، الماتش الذهاب كان خلص 1-0 لباريس عن طريق ديمبلي. ماتش العوده اللي كان بيلعب في البارك ديفرنس في فرنسا، باريس ابتدت بدايه قويه والارسنال حاول شاط كتير بس دوناروما كان بيصد، لغايه ما باريس سجلت هدف جامد جدا عن طريق فابيان رابيو، تسديده قويه جدا، يعني هو مش اول تسديده يسددها الموسم ده بس تسديداته قويه جدا وبيجيب اجوان واد شويط يعني بصراحه. بعد كده الشوط الاولاني خلص، دخلنا في الشوط الثاني، اشرف حكيمي حاول حسب ضربه جزاء باريس ضيعتها، بعد كده اشرف حكيمي حاول تاني وشاط تسديده حلوه جدا بليسنج، جون جامد جدا. اشرف حكيمي متالق مع باريس سان جيرمان. كده ساكا جاب جون في الدقيقه حاجه و70، خطف جون وكان هيجيب التعادل في الدقيقه حاجه و80، وكان ارسنال كان قريب من التعادل، انتهى 2 مع باريس سان جيرمان، والماتش انتهى فوز باريس 2-1. مجموع الماتشين 3-1، وباريس تصعد للنهائي، هتواجه الانتر في ملعب اليانز ارينا 31/5 في النهائي. تقول لي مين اللي يكسب الانتر ولا باريس؟ 50-50، والاثنين مستقتلين على اللقب. الانتر بقاله كتير ما خدش دوري ابطال، وباريس محتاج يحقق اول لقب لدوري ابطال اوروبا في تاريخه. فبس دي كانت كل حاجه في دوري ابطال اوروبا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل جرس التنبيهات، تابعني على كل السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن، واشوفكم في حلقه جديده. اكتب لنا رايك في الكومنتات، ايه رايك في دوري ابطال اوروبا، الماتشات، الفرق اللي اتأهلت للنهائي. بس اشوفكم في حلقه جديده، سلام.